دي مش ماما اصلا. لا، مش انت قلت لي ان ماما ماتت وراحت عند ربنا؟ هي عاوزاكم ترجعوا تعيشوا معاها، ترضى؟ طبعا لا يا ماما، عمري ما اروح معاها تاني. انت عايزه مننا ايه؟ يعني انت دلوقتي ضميرك مرتاح بعد ما حرمتني من عيالي كل السنين دي؟ يعني انت جايه دلوقتي ليه؟ عاوزه ايه؟ عاوزه تشوف العيال؟ حاضر، من عينيا يا عيال يا ابني. تعال. عارف مين دي؟ ايوه يا بابا، دي الست اللي سابتنا ومشيت وراحت اتجوزت. طب دلوقتي يا ابني هي عاوزاكم ترجعوا تعيشوا معاها، ترضى؟ طبعا لا يا ماما، عمري ما اروح معاها تاني. انت عايزه مننا ايه؟ خلاص يا ابني. سمعت يا ابني يا حبيبي، ماما دلوقتي عاوزاكم تروحوا تعيشوا معاها، ترضى؟ لا طبعا. مش دي مش ماما اصلا. لا، مش انت قلت لي ان ماما ماتت وراحت عند ربنا؟ سمعتي؟ قلت انا حاجه من عندي. انت بالنسبه لهم ميته، فاهمه يعني ايه ميته؟ الجوازه اللي انت اتجوزتيها دي اضغط عليهم تماما، فهو العيال مش عاوزين يشوفوك. انا مش مستغربة من اللي انا سمعته. طول ما هم عندهم اب زيك هيبقوا اكتر من كده وهيقولوا اكتر من كده. طب يا عيال، ابوكم ما قالكوش انا ليه رحت واتجوزت؟ ابوكم ما قالكوش انا ليه اصلا اتطلقت؟ ابوكم ما قالكوش ان هو كان بيضربني وبيهني وبيشتمني وبيطردني في نص الليالي علشان مواضيع تافهه وحاجات تافهه؟ ابوكم ما قالكوش ان هو كان حارمني منكم طول السنين اللي فاتت دي، وان انا فضلت مستحمله علشان خاطر اكون معاكم، وانه كان مانعني منكم علشان ينتقم مني؟ ابوكم ما قالكوش انه كان بيخوني كل يوم مع واحده شكل، والمطلوب مني ان انا استحمل ضرب واهانته وخيانته وشتمته ليا على الفاضي والمليان؟ انا لما اتجوزت علشان اهلي كانوا ضاغطين عليا، وان ابوكم كان طول الوقت منعني ان اشوفكم. بذمتك ما انتش مكسوف من نفسك لما تحرم عيال صغيره من ايدي، من حنان الام، وتحرمني من عيالي؟ هتروح من ربنا فين؟ تقدر تقولي هتروح منه فين؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب بيحاول ينتقم من مراته بعياله. حسبي الله ونعم الوكيل فيه.